في 2018 وفي فتره مفصليه في تاريخ المنطقه العربيه. الاذرع والايدي الخارجيه بدات كطوال، الاطباع كبرات والازمات كتزاد. في الجهه المقابله الوعي العربي بدا كيكبر وفهم باللي خاصو يوقف داك الجرح اللي دارته التدخلات الخارجيه في شؤون الدول العربيه. المغرب كشف على الدعم ديال ايران لجبهه البوليساريو عن طريق حزب نصر الله بغرض زعزعه استقرار البلاد، ومباشره قرر انه يسد السفاره ديال ايران ويجري على السفير ديالها، وثبت بالوثائق والادله ان هذا النظام الاستبدادي اللي بان من بعد سقوط الشاه في عام 1979 هو واحد من اخطر واعنف الانظمه الاستبداديه، وتاثيره كينتشر بحال شي ورم خبيث في جميع انحاء المنطقه. الصغير والكبير كيعرف باللي ايران هي الراعي الرسمي للانفصال ودعم الجماعات الارهابيه في عدد من الدول العربيه، وانها كتدخل في الشؤون الداخليه ديال الدول العربيه سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق الجماعات الارهابيه المسلحه. طهران هي المزود الرئيسي لحزب نصر الله اللبناني بالسلاح، والحوثي في اليمن، والميليشيات في العراق وسوريا، ودابا البوليساريو اللي بدات كتعطيهم السلاح والفلوس عن طريق سفاره ايران في الجزائر، واللي هي بطبيعه الحال الام الحاضنه. دابا انت كمواطن مغربي لا سمعتي هذا البلان غادي تفهم بان ايران هي ضدك وضد مصلحه بلادك، ولكن للاسف ماشي كلشي هكا. كاين واحد الفئه واخا عارفين هذا الشيء كامل اختاروا يكونوا في الجهه المقابله ويدافعوا على ايران، بل وكيفضلوها على الوطن الام. قبل شي اشهر العميل ديال ايران المسمى احمد ويحمل اللي هو ديما غادي يجي عندهم وديما جالس معاهم وهذا الشيء كيقولوا بلسانه. غادي نقول لك سير، حنا جلسنا مع المقاومه اللبنانيه وجلسنا مع الناس في القياده الايرانيه. نكر اي علاقه بين حزب الله وعصابه البوليساريو، وكثر من هذا الشيء كياكد ان حزب الله وايران ما عارفينش هذه العصابه واش كاينه، حين ان ناصر بوريطه وزير خارجيه المملكه المغربيه اكد في تصريح لمجله جون افريك ان ايران تورط مع البوليساريو، ولكن سيدهم ويحمل جاوبوا هكا. نؤكد لك اننا ما كنعرفوش البوليساريو، ما كنعرفوهمش. هادشي كيعني انه كيكذب كل الادله اللي جابتها الدوله المغربيه واللي كتورط اولياء النعمه ديالو في دعم عصابه البوليساريو. وباش ما نهضروش بزاف عليه، اش كتسنى من واحد واقف في الصف حدا شيف زولي فولين اللي ديما كيهاجم الوحده الترابيه للمغرب باش ياخذ معاه صوره تذكاريه. ثاني عطاي والحاس هو الزوج الجديد عزيز غالي اللي منصب راسو على راس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، الجمعيه اللي ولات مرقد ديال اي واحد داش يزبلو باسم حقوق الانسان وبرتوج ديال حزب النهج الديمقراطي. عزيز غالي اللي كيدافع على كل شيء الا بلادو، فواحد الخرجه ديالو مع المهداوي ما خلاش الفرصه تدوز بلا ما يمجد بلاد العسكر، الراعي الرسمي للبوليساريو، وقال بلسانه. فيما يتعلق بالجزائر هناك ليس بالضروره لما نتحدث عن الدعم العسكري ليس بالضروره انني نعلن عليه. يمكن الجزائر كتدعم دابا؟ اكيد. هنا يا صديقي عزيز غالي كيطبل وكيروج الاسطوانه ديال العسكر وبالعلالي، وكيبينها على انها الوحيده في العالم اللي كتقدم الدعم للمقاومه، في حين انه ما كتفوتوش شي فرصه بلا ما ينزل على المغرب بخصوص عوده علاقاته مع اسرائيل. هاد خونا في نفس اللقاء مع الصحفي المهداوي سولوا على المعطيات اللي صرحت بها الدوله المغربيه بان ايران كتقدم الدعم والتداريب بوليساريو. السيد جعر وتعصب وما عجبوش الحال وطالب بالدليل على هاد الشيء. شفنا معطيات على رسميه على انه كاين انفاق، كاين تداريب مع البوليساريو مع واش عمرك شي تصاور ديال التدريب؟ اختنا من الحديث، انا كنهضر شي حاجه كونكريت. ولكن فاش تطرح عليه السؤال بخصوص واش كاين شي دليل على ان الجزائر تدعم المقاومه، قال له لا، الجزائر ما تحتاجش تبين. الجزائر دابا داخله في الحرب، ما داخلاش في الحرب ولكن هناك دعم. كدعم المقاومه، يمكن الدعم لوجستيكيا لان الدعم فيه بزاف ديال الحوايج، ماشي الدعم ضروري انني نصيفط العسكر. لا كون كان هذا الدعم كره خرج في الاعلام دابا، لا ما يمكنش يخرج فيه كره داروا به هيلا. عزيز الرخيص الامور عنده خرجت على السيطره، والقرار اللي كيقدم الاولياء النعمه ديالو ما كيحبسوش، ومع التزويجه الجديده السخونيه عنده طلعات. ناض بغى يطلع علينا وقال لك ان ايران عندها قنبله نوويه، والغريب انه بوحدو اللي في راسو هذا الشيء. سمعوا التصريح ديالو. في هذه الايام المقبله ان ممكن في اي وقت ايران يعلن على انه يمتلك القنبله النوويه. تقدر تكون عندهم ايران قنبله نوويه، كل ينتظر الاعلان فقط. ندوزو دابا لجماعه الاخوان العدل والاحسان اللي كتصبح وتمسي على شعار فلسطين اولا تقبل القضيه الوطنيه، واللي في خرجاتهم كيلبسوا الكوفيه واللباس ديال حزب الله اللي كيدرب بوليساريو الارهابيه وتحفر لهم الانفاق وتعطيهم الصواريخ باش يقتلوا خوتهم المغاربه، وكيطبلوا لماماهم ايران اللي مصنفاهم على انهم شيعه الشوارع. جماعه ياسين اللي كتقيد تجرب معاناه سكان غزه وكتدافع على المشايخ ديالها اللي عاطينها الزهو والنشاط ومفوجين على راسهم في تركيا الزينه اللي ماشي بحال القفار ديال غزه المهدومه. هاد الربعه وفي شخص باترون الهضري ديالها حسن بن ناجح كيجي الاسهال في امور الدوله وسياستها، ما كيسكتش الهضره ما كتحبش نورمال حيت مكثر من شرب البول ديال المرحوم. ما علينا. نهار قناه تلفزيون واللي كتمرر لينا دائما خطابات الجماعه وكتضرب لهم الطريجه، نهار هاد القناه دعمت العراق اللي حرق القران في السويد جا مسكين القبض وصرت لسانه ما قدرش يهضر باش ما يخسرش الخاطر الاصدقاء اليساريين والحداثيين. واخر واحد في اللائحه ديال الارامل ديال سماحه السيد هو حميد الهضراوي اللي ما يمكنش يفوت الفرصه بلا ما يطرحها على مدرب عصابه البوليساريو، وقال عليه بلسانه. حسن نصر الله هذا الرجل عاش اصيلا ومات اصيلا،
يعني انه في نظر با حميد اي واحد كيتامر على المغرب والمسلمين راه اصيل. هاد الشوقه ديال الطوابريه والعطايه ديال ايران كيحاولوا في كل خرجه وتدوينه انه يبرئوا اولياء النعمه ديالهم، في حين ان كل الادله كتبين ان ايران كتدرب البوليساريو وكتوريهم كيفاش يحفروا الانفاق وكيفاش يقدروا يطبقوا حرب العصابات. ايران هي والاذرع التخريبيه ديالها قتلت المسلمين في العراق وسوريا واليمن. ايران وعلى مر السنين كتعلنها قدام العالم ان القضيه الفلسطينيه والقدس ما كيعنيو ليها والو. ونزيدكم ايران هي اللي عطات اسماعيل هنيه حتى السكوت ديالهم عدم رد كان هو الضوء الاخضر باش يحيدوا حتى نصر الله من الخريطه. والصحيفه ديالو باريزيان صرحت بان واحد العميل ايراني هو اللي وصل المعلومات على مكان حسن نصر الله. وإلا كنتو مازال كتشكوا في التواطؤ ديال طهران غادي نطرحوا سؤال واحد: علاش اسرائيل كتشير بصاروخ واحد كتشتت العشرات او المئات؟ وصواريخ ايران اللي كانت كتضرب بهم في سوريا والعراق كدير نفس الشيء، ولكن نهار بغات ايران تضرب اسرائيل صيفطت غير الصواريخ ديال عاشوراء كطيح في الخلا وما كتقتل حتى راسها. الحصول الله يرحم الملك الحسن الثاني من اللي قال: الا شفتي صاحبك مع عدو عرف انهم بزوج اعداء، الاول في السر والثاني بالجهر. خليتكم على خير.